السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي اصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. النهارده هعمل لكم وصفة جامدة جدا 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 للفراخ. انا سميتها كده من دماغي، اسمها الفراخ المكرملة. حاجة كده بالبصل وبالعسل، طعمها تحفة. جامدة قوي، جامدة قوي. صلوا على النبي، يلا نبدأ مع بعض. نجيب بصلاية وزاية، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وبهارات مشكلة. هنضربهم في الكبة، نحط عليهم شوية خل، وده الملح وده الفلفل عشان نسيت احطهم ورا، وشوية دبس الرمان، ونحط لهم معلقة زيت صغيرة عشان يبقوا سايلين شوية، ونقلب الكلام ده كله في بعض. دي الفراخ اللي انا كنت جايبها، هي فرخة كاملة وكنت شايل منها الجلد. خرمتها كده بالشوكة وحطيت لها ورق لورا، وقلت بالمرة فتحها كده برضه عشان تشرب شوية، لأن أنا كنت هسيبها حوالي ساعة ساعتين في التلاجة. ودي الصينية اللي هنعمل فيها الفراخ. حطيت شوية زبدة وشوية زيت، ودي بصلاية كنت مقطعها طرنشات، قلبتها شوية. وهنا أنا ضفت عليها التاتش بتاعي لأول مرة، العسل الأسود، معلقتين عسل أسود. سبتهم لحد ما شربوا من بعض خالص. بعد كده رحت ضايف الفراخ، وحطيت على كل واحدة كده قطعة زبدة عشان تبقى مدية ليها طعم حلو. وحطيتها في الفرن وسبتها لحوالي ساعة في الفرن، مولع عليها من تحت بس. زي ما انتم ما شايفين شكلها عامل ازاي. الفراخ كانت دايبة خالص، طعمها بقى ما اقولكوش. لو الوصفة عجبتكم، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة، ومتنسوش تصلوا على النبي وفعلوا زر الجرس. كده انا عملت احلى فراخ مكرملة ممكن تجربوها. جربوا الوصفة دي، جامدة قوي، جامدة قوي.